إحنا ما دمرناش موسم واحد، إحنا ما خسرناش دلوقتي السنة دي بس الدوري، أو خسرنا إن إحنا نتأهل دوري الأبطال، إحنا دمرنا الموسم اللي جاي تماما، ومش بعيد نكون دمرنا الموسم اللي بعده. مساء الخير، عاملين إيه الأخبار؟ بعد كارثة امبارح، الكارثة مش في الهزيمة بس، الكارثة إن أنت شبه رسمي خرجت من دوري الأبطال. اللي حصل ده هيجرك لدوامة ملهاش آخر. حد هيبقى أثرها على الفريق مرعب. كان ضروري جدا الأهلي يتأهل لدوري أبطال أفريقيا، كان ضروري جدا إنك أتليست ما تخسرش من بيراميدز، اتعادل حتى. مش مهم الزمالك ياخد الدوري، ياخد الدوري، بس أنت محتاج دوري الأبطال عشان العوائد المادية. الأهلي هيروح لدوامة ما يعلم بها إلا ربنا. هتقول لي ليه التشاؤم ده وليه كل ده؟ هقول لك تعالى بقى نتكلم إيه مصير السنة الجاية بعد اللي حصل، وإيه مش بعيد من مصير السنة اللي بعدها كمان. أنت عندك مشكلة كبيرة أوي، أنت عندك مشكلة إن أنت كده خلاص. هو أي أخبار تطلع تقول لي أصل الأهلي بيدرس كده المدرب، خلصت. أنت قلت لي إنه قاعد عشان خاطر الشرط الجزائي، هتجيله بعد 3 ماتشات، وأنت كده مهما يحصل أنت مش هتتأهل هتجيله تعمل إيه؟ عشان تديله الشرط الجزائي اللي أنت ما رضيتش تديله من الأول عقده كامل؟ طب ما كنت اديهوله ودخلت ال6 ماتشات على الأقل، خدت الدوري، ضمنت أفريقيا، قللت الخسائر شوية، مش هتبقى خسائر من كله. الأهلي دلوقتي هيبقى عنده شرط جزائي لياستو مش هيقل عن 600 ألف دولار، لو مش 750 على حسب مرتبه اللي احنا بنتكلم، ما بيتراوح ما بين 200 ل 250 ألف دولار في الشهر، وهو هياخد شرط جزائي 3 شهور. طيب، الأهلي خسر عوائد ومشاركة في دوري أبطال أفريقيا اللي كان اللي ممكن توصل ل4.5 مليون 5 مليون دولار. الأهلي خسر المشاركة في كأس العالم للأندية اللي بتبقى وكأس القارات الكونتيننتال اللي بتجيب له عوائد تقريبا 2.5 3 مليون دولار. الأهلي خسران بالميت عوائد 6 7 مليون دولار. ده رقم واحد. وكمان هيخسر عوائد مشاركة السوبر الأفريقي وكل ده. فالأهلي هيبقى عنده عجز في الميزانية حوالي 8 9 مليون دولار. في نفس الوقت الأهلي ما عادش بيلعب أفريقيا كونفدرالية، ما فيهاش عوائد كبيرة إلا لو حققها، اللي هي 4 مليون. السنة دي مش حققش أي عوائد، هيجي عايز يخلص. عنده مرتب جارديشار 1.7 مليون لازم يخلص منهم. عنده مرتب أشرف داري معدي ال1.1 مليون في السنة، محتاج يخلص منهم. عنده مرتب رضا سليم 800 ألف دولار، محتاج يخلص منهم. نجدة من السما لو لقيت أندية تشتري اللعبة دي بأي فلوس، لأن أنت خلاص متورط فيها. عنده كمان لعيبة كتير محتاجة تعاد هيكلتها وتمشيها. عنده مرتب تريزيجيه اللي تقريبا قريب من 2 مليون دولار. عنده مرتب زيزو اللي هو قريب من 2 مليون دولار. فانت دافع اللعيبه دي هتبقى عندها 32 سنه، وانت بتدي كل واحد فيهم تقريبا 200 100 مليون جنيه، وانت لا بتنافس في افريقيا ولا بتاخد بطولات. فكل ده عجز. هتيجي السنه الجايه تقول للاهلي يلا هات لعيبه، هيقول لك منين؟ انا ما عنديش. وحتى ما عنديش هقول لك اصل هلعب افريقيا فهدعم والعوايد هتيجي حتى لو حصلت قروض وبتاع. ما فيش. انت قتلت نفسك اقتصاديا بشكل رهيب. هنخش في مبدأ بقى، لا نشوف كام صفقتين محليتين على صفقة إبراهيم عادل. وصفقة إبراهيم عادل هتيجي من إيه؟ من إن أنت هتبيع إمام عاشور اللي هو أهم لاعب في الفرقة. فبدل ما يبقى معاك إمام وإبراهيم عادل وتنزل بمعدل الأعمار، لا أنت عندك الاثنين اللي أعمارهم كبيرة هيفضلوا كده في الملعب، زيزو وتريزيجيه. ماشي. هتيجي نتكلم في صفقة مهاجم أجنبي سوبر، حاجة زي وسام، عشان تجيبها تاني مش هتعرف تجيبها بالسعر اللي جيب بيه وسام، فهتخش في 3.5 مليون دولار مثلا. هقولك مفيش. هنيجي نخش إن إحنا عايزين نجيب مدرب، هنجيب مدرب بمبلغ كبير عشان يبقى مدرب محترم وتبقى ضامن ب3 مليون. هيقولك أنا هجيب مدرب ب3 مليون دولار وأنا أصلا ما بلعبش أفريقيا. فالموسم الجاي كده خدها مني من دلوقتي، الأهلي هيجيب مدرب مصري، هيجيب بايلر لو ريدي يرجع، عشان ده هيبقى عندنا استعداد شوية ندفع له، ومش هياخد مرتب كبير، مش هيعدي اللي كان بياخده يستوب دلوقتي. او هنجيب بقى ايه مغامره جديده، وما اعتقدش ان احنا هنروح لمغامره جديده. يعني اعتقد ان في الحاله دي ممكن يتم التراجع عن فكره برونو لاج، لان برونو لاج هياخد مرتب كبير قوي معدي 3.5 4 مليون دولار. فانت مش هتدفع المرتب ده وانت ما بتلعبش افريقيا عشان الدوري، وانت كده الكونفدراليه مش فارقه معاك. ومش هيبقى معاك عوائد ماديه ان انت تدفع المرتب ده. رقم اتنين،
لاعب أجنبي مهاجم أجنبي سوبر مش معاك بعد ما أنت هتضطر تدفع أجزاء من مرتبات زي جراديشار واللعيبة دي عشان ترضى تمشي وتعمل تعويضات وتسويات، هيبقى عندك عجز دولاري مرعب بعد ما هتدفع كمان 600 ألف دولار بتوع ياستروب. فأنت هنخش في جو مهاجم كسر أنت ونصيبك فيه كالعادة. هتبيع إمام عاشور عشان تجيب إبراهيم عادل، هتلعبه في نص الملعب عشان ما تلعبوش جناح شمال عشان تريزيجيه لازم يلعب. فاحنا في دوامة ما يعلم بيها إلا ربنا. وهتراهن السنة الجاية إنك لازم تاخد الدوري عشان تلعب أفريقيا السنة اللي بعدها، وبتلعب على فرصة أخيرة يا توصل كأس العالم للأندية ما توصلش، أما توصل كأس العالم للأندية ترجع تعرف تدعم تاني بعد ما ضيعت الفلوس بتاعت كأس العالم للأندية اللي قبلها. فالأهلي دخل نفسه في سكة بائسة ضيع بيها موسم، مش ده بس، الموسم اللي جاي ومش بعيد الموسم اللي بعده كمان.